طيب الفيديو ده هيكون مختلف شوية، مش هيكون عن لعبة او قصة العاب والكلام ده. الفيديو ده هيكون تجربتي عن الثانوية العامة، بما اني شخص في تالتة ثانوي يعني قررت اني اتكلم في الموضوع. انت بتتكلم جد؟ الثانوية العامة او الثانوية العامة، اكيد كلكم فاكرين بقى ان الثانوية العامة ديت مجال دراسي لمدة 3 سنين بس وما فيهوش اي مشاكل، صح؟ امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ بس لو انت فاهم كده احب اقولك ان منظورك ده غلط خالص. هتقولي قصدك ايه يعني؟ هقولك تعالى معايا وانا اعرفك يعني ايه ثانويه عامه. الثانويه العامه هي مجال بتقعد فيه 3 سنين للدراسه، المفروض زي اي ثانويه في الدنيا يعني، بس كده لا والله. مجال الثانويه العامه انك تدخل فيه لازم تخرج بطريقين بس، تخرج وتطلع بمجموع حلو ما يكونش اقل من 99.9% او تخرج بمجموعة اقل بنص درجة بس من ابن عمك او ابن خالتك، ساعتها انت اللي هتطلع بس هيطلع عن مجال الثانوية العامة مش هتطلع منه بس بمجموع حلو، ده على اساس يعني لو جبت مجموع. مجال الثانوية العامة هتطلع منه بكذا حاجة مع المجموعة برضه. عد معايا: اتكل على الله، شلل، ارتجاج في المخ، تأثير نفسي، تأثير معنوي، رعشة في الجسم، بقول لا ارادي، وبس كده يعني مش لاقي حاجة تانية اقولها لك. خلينا اشبه لك تشبيه بسيط قوي للثانويه العامه دي. بص يا اسطى، انت تجيب رعب ريزيدنت ايفل مع العاب السولز كلهم وتجمع الاتنين مع بعض يطلعوا لك ميكس اسمه الثانويه العامه. هتقول لي للدرجه دي؟ هقول لك لا والله، ده اكتر من كده كمان. يعني كأنا مثلا كشخص محترف في الثانويه العامه ديت، الثانويه العامه ما حرمتنيش من حاجه خالص. ولا ماشي هاتك لك نصين ماشي. صحيح. ضرب واتضربت، امتحانات وسقطت، مذاكره واجتهدت، حاله نفسيه واتفشخت، وفي الاخر الحمد لله يعني عديت من اولى وتانية بسلام. انا دلوقتي في مجال تالتة بقالي 3 شهور متهيألي او شهرين تقريبا، هو حاجه على الرينج ده، بقالي فيها 3 شهور او شهرين. خليني اوضح لك اكتر حاجه عن الثانويه العامه. اول حاجه وهي اساسيه خالص اكيد يعني هي الدروس. بص يا اسطى، انت لازم تحدد موضوع من الاثنين، يا هتاخد دروس اونلاين يا هتاخد في سنتر. وخليني ابشرك الاثنين زباله عموما. انك لو خدت اونلاين بقى مش هتقول بقى وفر وقت واخد من البيت عشان يكون عندي وقت اني اذاكر والكلام ده، انا عارف الكلام ده قلته. هتاخد اونلاين هتلاقي ما شاء الله كم ورق عندك متراكم قد كده في الدرج، وتعالى تف على وشي لو كنت شفت كارت واحد بس. تاني مرحله هي السنتر. خليني اقول لك السنتر ده اللي هو عباره عن سجن، بتتسجن فيه لمده 3-4 ساعات، تقعد فيها على كرسي بلاستيك او خشب، بتحسبها عذاب اكتر من عذاب السجن نفسه. يعني انا احيانا لما كنت بقعد على الكراسي ديت، انا بجد كنت احيانا بقول انا عملت ايه في حياتي عشان اقعد على الكرسي ده. يعني دايما بسمع اللي هما بيقولوا انا تعبت واجتهدت وعملت وشقيت عشان اقعد في المكان اللي انا فيه دلوقتي. طب انا مش فاهم يعني ايه حضرتك؟ يعني انا واحد تعبت واجتهدت ودلوقتي قاعد بتعذب. وخليني اقول لك المدرسين الثانويه العامه ما شاء الله متقسمين على مرحلتين. مدرس دايما بيحبك ومن كتر الحب فيه عمرك ما بتفوت حصه ليه طبعا وبتعشقه وهو بيعشقك، ودايما بيحب يبشرك بالكلام ده. بسم الله الرحمن الرحيم، وبشركم بسنة سود. مدرس تاني بقى اللي هو فرفوش واللي بيعتبرك بقى انك زي اخوه الصغير، وبصراحه كلنا بنحبه. بس انا عندي سؤال واحد بس للاتنين دول، انا ذنبي ايه اني اقعد بال4 و5 ساعات اسمع قصه حياتك؟ يعني حرفيا الاتنين مشتركين في المرحله دي. الاقي المستر كده في نص الحصه وانا مندمج مع الشرح قوي وبقول فاهم ومش عارف ايه وكده، وانا اقسم بالله ما فاهم كلمه منه. الاقيه مره واحده قطع نص الشرح بلا سبب ولا بلا استثناء ولا بلا اي حاجه خالص. كان بيحكي لنا دايما عن انجازاته في الثانويه العامه بتاعته، وهو ازاي ما كانش بينقص نص درجه في اي امتحان بيجيب. يعني انا كنت فاكر في مره المدرس الاحياء بتاعي كان عمال يتكلم في انجازاته، كان بيقول لنا اللي هو دايما كان بيقفل كل امتحاناته وعمره ما نقص ربع درجه. لحد ما جه في يوم نقص من الامتحان درجه بحالها. المشكله مش في هنا، المشكله اللي لقيت المستر كان بيعيط، اللي هو حرفيا ولا كان في حد بات عنده، ده عدى الديس نوت حرفيا. وانا بقى متاثر معاه حرفيا، واللي هو ازاي تنقص درجه بحالها؟ انت لا انت ازاي الاستاذ بتاعنا والكلام ده. وانا كنت لسه جاي في الامتحان بتاعه اصلا 2 من 10. انتوا هتودونا في داهيه بقى ولا ايه؟ يعني حرفيا بنعيش الدور. وانا حرفيا في الثانويه العامه ديت انا عشت اكتر مواقف محرجه في حياتي كلها. بيقولوا لي في الكومنتات لو حابين اتكلم في الموضوع. حسبي الله ونعم الوكيل. واكيد في ناس هتتفق معايا على المواضيع دي، وفي ناس تانية مش هتتفق برضه وهيكون عندهم ارائهم الخاصه. وانا بصراحه كشخص متواضع وديمقراطي احب اقول لكم حاجه واحده بس: حط رايك ده